والله مش وحشه اهو. يمكن مثلا في حاجه في شخصيتي مش عاجباه، ولا تخنت شويه وانا مش واخده بالي. طب ما اروح الجيم، ما هي سهله يعني. ولا هو اللي اتغير اساسا وما كانش على طبيعته من الاول، ولا ايه بالظبط؟ مش عارفه. لازم اخد قرار وابدا انفذه. لو بدأت الأفكار دي تشغل حيز كبير من تفكيرك وتشككك في نفسك، اعرفي إن دي بداية علاقة مضطربة، نهايتها غالباً مش هتكون زي ما تمنيتيها أبداً. بتبدأ بحب وتفاهم، وبعدها بتقلب بانتقاد دائم واختراع أي اعتراضات على أي حاجة وعلى كل حاجة وخلاص، وهيستمر حتى لو حاولتي أو نجحتي في إنك تفرغي حياتك ليه أو ترضيه، وهو يا بيتلكك يا كان مجرد تعلق بيكي أو إعجاب مؤقت بس. وممكن يكون بيحبك فعلا بس مش شايفك إن انتوا ينفع تكملوا مع بعض كزوجين. كل شيء جايز. تعالوا نشوف مع بعض الريبورتاج بتاع حلقتنا ونرجع لكم تاني. انت مرتبطة؟ اه. طب شريكك بيقارن بينك وبين حد؟ زمايله واهله. لا هو ما يقدرش. انت جايبة من الآخر يعني. لا على دول. ساعات مثلا على الشعر، لون الشعر، اللي هو انت اسود هي صفرا، ليه ما فكرتيش تغيري لون شعرك؟ طب انت شايفة ان هو لما حد بينتقد حد، يعني لو هو بينتقدك، انت شايفة ده صح؟ وهل انت بتطوري من نفسك بتغيري؟ ممكن اطور من نفسي. هو الانتقاد ساعات بيبقى صح، كلامه مظبوط، يعني ان هو مثلا غير حاجه فيا بتبقى صح، بس اكترية الوقت بتبقى لا. يعني اي علاقه لازم يبقوا فيها انتقاد، بس باستمرار مش باستمرار. اي حد بيحب حد لازم ينتقده، بس يبقى نقد بناء يخليه حاجه احسن بكتير من ما هو موجود عليه. طبعا طالما طريقه كويسه هيبقى مفيد طبعا. لا انا بشوف ان النقد اصلا يعني ما بيصلحش عيب لا، ما انا بالنسبه لي فكره النقد مرفوضه تماما. بس برضو ممكن الحب ده يساعد ان هو يطور الشخص التاني. ممكن اعمله بناحيه الدعم، لكن ما فكرش ان انا اعمل كده علشان انقده او دايما احسسه ان هو ناقصه حاجه معينه او ان انا شايفاه مش كامل. الفكره دي ممكن اصلا تاذيه نفسيا. انا بالنسبه لي ما احبش ده خالص. اي حد بيقولك ساعات انتقاد بتبقى اللي هو بتيجي معاكي بطريقه سلبيه. عاوزين نتفق كده مبدئيا ان الاعجاب وهو اول مراحل الحب، الا انه مش لازم يكون حب، انه مش كل اللي بيعجبنا بنحبه. زي مثلا في حاجه نشوفها تعجبنا الوانها، رسوماتها، بس ما احبش اني البسها او اخليها قدامي طول الوقت. تعجبني فكرتها لكن ما تلقش عليا. مع الفرق طبعا بين المثل ده وبين الحب والعواطف والمشاعر. اصل الحب ده ليه كتالوج لوحده، جواه حاجات كتير قوي بتكون تركيبه كده كلها على بعضها بتكون حب في الاخر. فتخيلي بقى لما اللي بتحبيه او شريك حياتك يكون بيحبك بس مش عاجباه. حاجة صعبة مش كده؟ هو ممكن ما يكونش عارف ده ولا قصده ده، بس هي دي الحقيقة، وهو فعلا ما بيحبكيش، بس كمان مش شرط انه يكون بيكرهك. وخلينا متفقين في دي، لان انت اصلا من الاول عاجباه. ركزي كده معايا شوية. لما تلاقيه بينتقدك عمال على بطال، وهو بيحاول انه يغيرك للقالب اللي هو بيحبه، واللي كان من الاسهل ليكي وليه انه كان يشوف واحدة بمواصفاته من الاول، كان هيبقى افضل بكتير. انت بتحتاري وبتتحطي في حالة مش فاهمة ايه،
ولا عارفة أسبابها ولا فاهمة إيه اللي بيحصل بالظبط، ويا حرام عمالة تحاولي تغيري من نفسك طول الوقت بكل طريقة عشان توصلي لقلبه وتحافظي عليه. بس لحظة كده، هو لو مزهقك انتقادات وطلبات وتغيير طول الوقت، انت لو طلبتي منه حاجة هو ممكن يغيرها؟ هل هيقبل ده؟ هل انت بتنتقديه في اوقات؟ كتير تبقى رخامه شويه بس تمام. لا طبعا لو قلت له عيب يقول لي لا انا زي الفل وشايف ان هو 100 100 وكويس، يعني مش محتاج اي حد اي راي من اي حد تاني. لا هو جامد جدا، لا خالص ما يقبلش نقد ابدا. لا ممكن اقول له ويقبل، يعني لو هقول له بطريقه لطيفه. بقول طبعا، بقول وبنبه، بس ممكن هو ما يكونش متقبل ده. يعني انا عايزه يبقى احسن حد في الدنيا فبنتقده نقد بناء عشان يبقى احسن حاجه. وهل قبل النقد بتاعك؟ طالما بيحبني هيقبل. يعني هو ما بيقبلش انتقادك ولا بيقبله؟ ساعات بيقبلها وخلاص بقى دماغه تربست ان انا مش هقبل الانتقاد ده. الراجل معروف انه متربي في مجتمعنا انه هو النموذج وهو الصح وهو الطرف اللي المفروض ان الست تجاهد على طول عشان تحاول ترضيه، وده غلط طبعا، لان هو لو بيحبك ويهمه حياتك معاه هيحاول يتجنب اي حاجة ممكن ما تريحكيش وممكن بسهولة يغيرها، لكن شرقيته طبعا بتمنعه ومش مخلياه يعمل ده. وعلى فكرة هو مش مدرك ان انتقاد البنت في شكلها او شخصيتها ده موضوع صعب جدا ومحرج وكمان مهين بالنسبة لها، وبيحرجها وبيوجعها فوق ما يتصور. وارد جدا تكون الانتقادات دي مجرد تلكيك بيتهرب بيها منك، بدليل انك هتلاقي بينتقد فيكي صفات كان بيقول ان هي دي السبب اعجابه بيكي. يعني انت شايفه الانتقاد عمال على بطال ده مثلا بيبقى بيحبط تلكيكه مثلا بيتلكك؟ يعني بيتلكك لحاجه مثلا فخلاص، او اي حد مثلا يبقى مصاحب بنت تحس ان هو بيقول لها الكلام ده ان هو اتخانق منها فيروح بقى يصاحب حد غيرها. طب يعني ده معناه ايه؟ ان هو مثلا في الاول كان بيحبك وبعد كده بقى يتلكك، ولا هو من اول خالص بيتلكك وتسليه؟ لا بحس في الاول بدايه ما بيبقاش فيه تعليقات خالص، في نهايه بقى العلاقه مثلا او بعد ما بيزهق منها تلاقي بقى ابتدى يشوف عيوبها اللي ما كان شايفها في الاول فبيطلعوا عليها بقى، اللي هو انت 1 2 3 لبسك شكلك متغير، تخنتي خسيتي، بيبتدي يشوف حاجات فيها وحشه بقى. ايه رايك في الحب اللي بيبقى مشروط بصفات معينه او في شروط في الحب ده؟ الحب ما ينفعش يكون مشروط بحاجات معينه، اصل انا حبيت الشخص ده خلاص حبيته كباكج كده، مش هقعد بقى اصلحه وافصصه على مزاجي. لا انا شايفه ان هي مش كويسه، يعني انا مش هاخده عشان شكله، انا هاخده عشان هو. فدي بتكون حجج ومبررات علشان يبرر بيها لنفسه ويقنعك ويقنع نفسه انه الغلط منك مش منه، او بيهرب من انه يعترف انه اتورط في ارتباط مع واحدة كل احساسه بيها كان مجرد انجذاب مش اكتر. خلينا نتفق ان الحب ما فيهوش شروط وما ينفعش يكون مشروط، اللي بنحبه باكج كده زي ما هو بالظبط المفروض يحبنا بنفس الطريقة. ولا تاخدي اللي بيحبك ولا تاخدي اللي بتحبيه، خدي اللي انتوا الاتنين متأكدين وواثقين انكم بتحبوا بعض وقابلين بعض وعاجبين بعض زي ما انتوا كده من غير اي تاتش ولا اي تغيير، وحبوا الحياة سوا. وزي ما قال الأديب نجيب محفوظ، أقصى درجات السعادة أن نجد من يحبنا فعلا، يحبنا على ما نحن عليه، أو بمعنى أدق برغم ما نحن عليه. كل بنت بتتمنى انها تلاقي الشخص اللي يكون فارس احلامها وتكون هي كمان اجمل ست في عينيه، وان حبهم لبعض يكون هو بداية مشوار حياتهم سوا. لكن في موضوعنا النهاردة عاوزين نعرف ازاي البنت تحاول تفهم وتحل مشكلة الانتقادات المستمرة دي. معانا النهاردة نادية كواحدة من البنات هتقول لنا البنت بتحس بايه وايه اللي بيحصل لو قابلت الشخص ده وعاشت في الموقف ده. ازيك يا نادية؟ ازيك عامله ايه؟ كل حاجه. عايزين نعرف دلوقتي هو ليه الراجل ممكن ينتقد حبيبته معظم الوقت؟ اعتقد الشخص اللي هو النقدي يعني بيبقى شخص اعتقد ناقص، معلش. لا عادي براحتك. يعني اي شخص بينتقد فمش بيلاقي الكمال عنده فبينتقد اي حاجه حواليه، والعكس يحصل. هو ممكن يكون بينتقد حاجه اصلا هو حاببها فيكي، يعني هو يقول لك مثلا انا بحب شعرك، بعدين فجاه يقول لك ايه شعرك الوحش ده، او ممكن شايفك ان انت حاجه اكبر منه فبيبقى عايز ينتقدك عشان يقللك شويه عشان توصلي للمستوى اللي هو فيه.
ليه اصلا ننتقد لما ممكن ننصح؟ يعني ليه اقول لك انت مش عارفه انت تخينه قوي لما ممكن اقول لك يعني طب ما تيجي مثلا تعملي دايت، تعملي حاجه. يعني ما اعتقدش ان في سبب اصلا يخلي الشخص ينتقد. طريقه يعني بتفرق بالظبط. يعني انا مثلا في واحده كانت بتكلمني بتحكي لي عن شخص يعني، فبتقولي ان هو بينتقد كل حاجه فيها. يعني بينتقد شعرك عامل ازاي، ايدك عامله ازاي، رجلك عامله ازاي. طب هو حبها ليه كده؟ طيب؟ يعني اللي هو وانت ازاي موافقه اصلا؟ يعني حد مثلا كان بينتقد كتير، فكان بيكلمني بيقول لي هو انت ازاي بتتكلمي في كل حاجه كده؟ انا عمري شفت بنت تتكلم في كل حاجه، فانت بتنتقد ايه اصلا؟ يعني المفروض يعني ان انت بتقول حاجه كويسه فيكي. المفروض ان هي حاجه كويسه ان انا اتكلم معاك. انا رديت عليه بقول له دي حاجه كويسه ان انا اتكلم معاك في كل حاجه. بس هو ما اعرفش، هو يعني شخصيه نقديه، فاعتقد الشخص ده ما بيتغيرش. يعني شايفه ايه اكتر حاجه اللي ممكن يكون الراجل معاه حق فيها؟ الاسلوب. اعتقد يعني البنت لازم يكون ليها اسلوب معين في الكلام. يعني برضو من ضمن الانتقادات اللي هي لما حد بيقول هي تعرف امتى تتكلم معاه ازاي وكده، تختار الوقت. يعني الفرق بين الراجل والست صح. عشان دايما بيقولوا عن الستات اللي هي بتشتكي كتير بتاع الدراما. هو يعني ده بسبب بس ان هي قاعده لوحدها. فهو لو بينتقدها فعلا هي دراما، يعني ممكن يخرجها مثلا، يحاول يعني يعمل اي حاجه ممكن يوازي بين الاثنين فعلا. يعني هي القعده، هو نفسه لو قعد هيزهق يعني بالظبط، فهينتقد كتير اكتر. طيب ايه الحاجه اللي انت بتشوفيها ان هو ممكن يكون مأفور فيها او ما بيرخم وخلاص؟ لما يقارنها بينها وبين اي حد. يعني لما يكون قاعد معاها ويقول لها بصي مش عارفه بتعمل ايه، رايح مكان، يعني يقارنها بينها وبين اي شخص، اي شخصيه تانية بالظبط. ولو هم كمان قاعدين في مكان وفي واحده عدت، ما اعتقدش ان هي تبقى حاجه من الاحترام ان هو يكون يعني ان يبص يرمي نظره كده، او ان البنت التانية تعرف ان هو بيعاكسها يعني جنب البنت. بالظبط. هي حاجه يعني بتبقى قله احترام. بيقدر اللي معاه، البنت التانية هتشوف كده ان هو مش بيقدر البنت اللي معاه، فهو بيبص لي يعني. بالظبط. انا ما بحبهاش. طب لو انت فعلا في موقف ده وحاولتي تغيري من نفسك في حاجه هو ما بيحبهاش فيكي، ودي حاجه فعلا كبيره، وبرده غيرتيها وما عجبتوش، ايه بقى هتعملي ايه؟ لا احنا بنتكلم في ايه بقى يعني لا ما اعتقدش ان الشخص ده اصلا ينفع يعني اكمل معاه. انا يعني انا اللي هعمله بالظبط السيناريو هيمشي ان انا فعلا هغير من نفسي. يعني مش هستنى اللي هو اللي يسيبني زي ما اي حد بيعمل، يسيبني بعد كده اغير من نفسي. ابتدي بقى اغير. لا انا اغير من نفسي بالظبط، واغير من نفسي في حدود الطبيعي. يعني ما غيرش، ما بقاش بلاستيك. هو اعتقد هو في الاخر عايزني ابقى بلاستيك زي اللي بيشوفهم. فما اعتقدش ان هو حتى هو هيفضل ينتقد كل حاجه فيا. هيقول لي انت مش عارف ان شكلك عامل كده ليه، انا عايزك رفيعه مثلا زي كذا، عايز شعرك زي كذا. فانا هقعد بقى اغير في نفسي هبقى عامله زي العروسه البلاستيك فعلا. ولما اكون كده هينتقدني، انا متاكده. هو مش هيسكت، الشخص النقدي مش بيسكت ابدا. ممكن تساليه حبيتني ليه من الاول؟ يعني طالما انت بقى عايز انت جاي عشان تغيرني ولا انت جاي تحبني؟ الشخص اللي زي ده حتى مش بحاول يعني اتكلم معاه. يعني مش بحاول فعلا اتكلم معاه. يعني انت لو غيرتي فعلا حاجه كبيره فيكي ورغم كده ما قدرش برضو ده، هتقولي له بقى ايه مع السلامه؟ لا شكرا معلش. يعني هو اصلا هبقى مقرره من الاول. يعني لو هغير من نفسي انا مش هغير عشان شخص. انا اوريدي هبقى مقرره ان انا هغير من نفسي وهسيبه. يعني انا يعني هتغيري من نفسك علشان نفسك مش علشان حد. بالظبط. يعني الشخص اللي زي ده بيقلل الثقه في النفس. وهيفضل يقلل ثقتك في نفسك طول الوقت. طب ما تقدريش تعملي بالانس بين ان انت يعني تحاولي ان انت تبقي معاه كويسه وفي نفس الوقت تحاولي ترضيه بالشكل اللي على مزاجه او كده؟ هو اوريدي اي علاقه الاتنين بيحاولوا يرضوا بعض. بس يعني ما اعتقدش ان انا فيا كل الحاجات الوحشه اللي انت بتقول عليها دي. طيب انت شايفه بقى ان الانتقادات دي بتيجي عشان انتوا قعدتوا فتره طويله مع بعض، ولا الشخص بطبعه بينتقد؟ ممكن الاتنين. يعني لو الشخص قعد وقت طويل معايا بعد كده انتقدني، اعتقد ان هيبقى فيه العيب مني.
يعني ممكن افكر في اللي ايه هو ان انت بيقوله. ما غيرتيش من نفسك يعني؟ اصل هو بينتقدني بعد وقت، ليه؟ ممكن يكون مثلا انا اتغيرت، انا فعلا اتغيرت، فممكن افكر في اللي هو بيقوله لي. لكن هو لو شخص من اول ما عرفني وهو بينتقدني، فانت يعني انت جاي بتعمل ايه اصلا؟ انا مش عاجباك اصلا، طب جاي لي ليه؟ بالظبط، يعني انت جاي عايز موديل بكل يعني بالمقاييس اللي انت عايزها، عايز تاخد حاجه من هنا وحاجه من هنا وتكون بقى شخصيه على مزاجك. يبقى روح بقى فصل واحده بالظبط يعني. طيب انت تنصحي ايه البنات اللي هم لسه داخلين ريليشن شيب جديده مع حد وبينتقدهم وبيتضايقوا وبيجوا على نفسهم وكده؟ ما اعتقدش ان هي ينفع تغير نفسها علشان حد. يعني غيري نفسك على طول، احنا كلنا بنغير في نفسنا. بس لو الشخص هو حبك على كده خلاص، يعني ايه اللي هيبقى مش عاجبه فيكي بعد كده؟ يعني ليه تخليه يقارن بينك وبين شخص تاني؟ ما اعتقدش ان هي حاجه حلوه. وليه اصلا تسمحي لشخص ان هو يقلل ثقتك في نفسك؟ يعني كنت بتكلم برضو في موضوع زي ده قبل كده، كنت بتكلم مع شخص يعني فقلت له انت مش هتقلل ثقتي بنفسي يعني. هو كان بيحاول. دي رساله لشخص معين. ده حقيقي. ماشي كملي. كان فعلا انتقاد من اللا شيء. انت مش عارفه ايه، انت ايه، انت ايه، فما اعرفش ليه. انت بتحاولي تقولي له انه مع اني ما كنتش برد بنفس الرد. يعني كان ممكن انتقد يعني نفس الانتقادات اللي هو بيقولها بالظبط، لكن ما كنتش بتعامل بالاسلوب ده. كنت فعلا خلاص اكتشفت مع الوقت، جيت في وقت على حاجه تافهه جدا، زهقت. لو خلاص قلت له انت فعلا انت قاصد تقلل ثقتي بنفسي. يعني هي انا واثقه عامه، انا واثقه. انت واثقه بنفسك. بس ما تحاولش. يعني فكره ان انا شايفه ان انت على طول بتنتقدني وعايز تقلل ثقتي بنفسي، دي مش هتخليني اعرف اكمل حتى. صح. وكانت برضو في واحده صاحبتي كانت بتكلمني عن شخص، كانت لسه مرتبطه. الشخص ده كل ما بيشوفها بتعمل حاجه بينتقدها فيها كل مره. واخر ما هو زهق من الانتقاد كلمني انا. قال لي انا عايزه اتكلم معاكي عليها وكده. فقلت له تمام. هو بيكلمني عشان ينتقدها، فبقول له طب يعني بتكلمني ليه؟ يعني انت بتكلمني ليه؟ او يعني معلش. قلت له انا لو انا بسمع يعني الكلام اللي انت ما اعتقدش ان هو كان عايز يصلح، هو كان بيشتكي لي منها. خلاص لو مش عاجباه يسيبها. بس يعني انا ما رضيتش اقول له كده الصراحه عشان هي صاحبتي يعني. وهو اتضايق مني، يعني اتضايق مني ان انا مش موافقاه في الكلام اللي هو بيقوله. يعني طب انت بتشتكي منها وبيقول لي هي لو ما عملتش الحاجات اللي انا عايزها انا هسيبها. فيعني سيبها على اساس بقى ان هو ملاك، يعني هو ملاك نازل. وهي بتقول لي انا ما بعتمدش الطريقه دي معاه. يعني هي مش بترد له نفس الانتقاد، مش بترد له نفس الاسلوب بالظبط. فيعني الموضوع بيبقى مرهق. طب تنصحي البنات المحطوطه في الموقف دي بايه؟ تعمل ايه؟ لا اهربي. اجري بسرعه. ما توصليش لمرحله اللي انت خلاص يعني تكوني ثقتك في نفسك قلت، مش واثقه في نفسك ولا واثقه في حد. ما تحاوليش اصلا تخلي حد يقلل ثقتك بنفسك. يعني بصي مادام خلاص يعني انا كده كنتي مع شخص بينتقد كتير، فما تحاوليش ان انت يعني ترضيه. مش هيحصل. يعني شفت ناس كتير بالظبط. شفت ناس كتير الشخص اللي بينتقد اي حاجه، بينتقد الكنبه، الكرسي، بينتقد الشارع اللي هو فيه، فمش هيسكت. ميرسي جدا يا نادية، انت نورتينا وشرفتينا في برنامج حوارات بنات، واكيد البنات برضو هتستفيد كتير من تجربتك دي. وبجد خليكي على طبيعتك وخليكي انت وزي ما انت شايفه، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه هو حر، هو الخسران. بالظبط. ورجعنا لكم تاني بفقرة الكوميكس. تعالوا نشوف الكوميكس بتاع حلقتنا النهاردة بيقول ايه. لو لقيتي راجل ما بيحبكيش سيبيه، لانه عمره ما هيحبك. بس لو لقيتي راجل بيحبك سيبيه برضه، عشان في الاغلب هو هيبطل يحبك لو حبتيه. بصي، لو لقيتي راجل امشي.
قالت انا راضيه بكل حاجه حصلت، بس مش هرضى انها تتكرر، مش هسمح لها. الست في النهايه هتختار اللي يخليها سعيده وحاسه بالامان، هتختار اللي دايما يختارها. الست لما تعمل نيولوج وتسال جوزها مش ملاحظ او شايف حاجه جديده فيا؟ انا مش شايف ايتها حاجه. تتحرق نهد اكتر ما هي محروقه. واد يا سلام. لا مش انا يا حبيبي، مش انا، لا انا حزين ومشروخ قوي من جوايا. حد يقتل البت دي. الولية دي شبهي، دي زي ما تكون انا. خليكي على طبيعتك. وكالعادة قبل ما نسيبكم أكيد متشوقين نعرف جايزة النهاردة وإعلان اسم اللي كانت من نصيبها الجايزة. انتوا كمان ممكن تكونوا من الفايزين معانا لو تابعتوا معانا على البيج بتاعت البرنامج. أكتر ناس بتعمل لايك أو كومنت أو شير هم اللي بيفوزوا معانا. هستناكوا الحلقة الجاية. أنا فرح كمال. باي.